المخزن دابا حاليا وفي اطار يعني هذا الاخذ والرد والطعنه السامه التي تتلقاها افريقيا امام تحولات اللي هي مهمه جدا. هناك رد فعل من طرف الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي صدر بيان من طرف الاتحاد الافريقي على المستوى ديال القواعد يذهب في الاتجاه الى رفض التدخل العسكري، اي عدم التعاطي مع الملف وكذلك الطموح والاجندات الفرنسيه. البرلمان ديال الاكواس تحدثنا عليه بانه كان في نفس الاطار. مجلس السلم والامن الافريقي دابا في نفس الاتجاه، لا يمكن باي شكل من الاشكال السماح باي تدخل عسكري. جميع الدول تاخذ اجراءات بشكل او باخر في محاوله الى منع فرنسا من التوغل وكذلك احداث فوضى داخل المنطقه. يعني هذه ورقه حمراء بالنسبه لفرنسا تلقتها داخل المنطقه ديال الساحل الافريقي. تم، وهذا يعني كذلك هو مثار داخل يعني الاعلام المغربي بشكل هو اساسي الى مدى المصداقيه ديالو، كنت نتحدث عليه بان رئيس ديال الاركان ديال الجيش الفرنسي يؤكد بانه لم يقوم بطلب يعني الطلب الجزائري بفتح الاجواء ديالها، ولكن ما اقرت عليه يعني الاعلام الجزائري بان هناك طلب او قامت فرنسا بطلب فتح الاجواء ديالها امام الطائرات العسكريه، ورفضت دوائر القرار الجزائريه هذه المساله. لاحقا يتم التاكيد بان المغرب قام بفتح الاجواء ديالو الجويه امام الطائرات العسكريه، بما فيها فتح الاجواء ديال الصحراء الغربيه. ولكن فتح الاجواء ديال الصحراء الغربيه هو معطى يرتبط باسبانيا، وبالتالي هذا معطى اخر يعني يرتبط بالعلاقات الفرنسيه الاسبانيه، ولا يحتاج بشكل او باخر الى اي مدى الى اي يعني الى اي تاشير او الى اي موافقه من طرف المخزن، لان الامر يرتبط يعني المجال الجوي في الصحراء الغربيه هو يرتبط بشركات او بمدى بدوائر القرار الاسبانيه. المغرب يتواطأ ضد النيجر وضد مالي وضد بوركينا فاسو في السماح للطائرات العسكريه. يعني هذا عمل ديال، وحنا في عز الثوره افريقيه، وحنا كذلك في محاوله الى يعني التاكيد على ضروره يعني الانتقال الى مرحله جديده واستقلال تام للدول الشعوب الافريقيه، وبان تكون هي متحكمه في زمام الامور ديالها، ورفض تام لاي تدخل عسكري. بالعكس باكثر من هذه المساله، بان امريكا قد قامت باتخاذ قرارات اللي هي مهمه جدا داخل المنطقه، اي يعني عدم الانخراط في اي مواجهه او انها تشارك في اي عمليه عسكريه، على الرغم من ان هناك مناورات. نتحدث بشكل حقيقي بان هناك مناورات فوق الاراضي النيجيريه وكذلك فوق الاراضي الليبيه، ما بين تركيا وما بين امريكا، وكذلك ما بين تركيا وما بين الطرف الفرنسي، وكذلك يعني ما بين بعض الدول. هناك مواجهات داخل المنطقه، ولكن نتحدث بشكل صريح. دوله مثل هذا الوزن، دولة وظيفية تشتغل لصالح فرنسا، تشتغل لصالح الصهيونية في تمرير يعني الأجندات ديالها، يعني هذه تعتبر بأنها سرطان داخل المنطقة. سرطان داخل المنطقة. الدول لا تسمح بأي شكل من الأشكال بأنها تتآمر هنا، بالإضافة إلى أن المنطقة تعيش واحد التلاحم، وحنايا نظرنا ليه. هناك تلاحم ما بين الدول ديال الشمال وما بين الدول ديال الساحل، ما بين الدول كذلك بعض الدول ديال الغرب، ما بين الدول ديال الشرق، بالإضافة إلى الدول ديال الجنوب الإفريقي. هناك تلاحم في محاولة للحد من أي تأثير غربي، وفي محاولة كذلك إلى السماح للشعوب في تقرير المصير ديالها. يتخوف المخزن من تقرير المصير ديالو، ولكن كونوا على يقين بأن هذه المواقف التي يتم اتخاذها، وعلى الرغم من أن هذا المخزن الصهيوني هو مدعوم بشكل هو اساسي من طرف الغرب ومن طرف اسرائيل ومن طرف امريكا لمواجهه يعني في محاوله او امام اي مواجهات وكذلك تحديات غادي تواجه داخل المنطقه، الا ان الاراده الافريقيه كونوا على يقين بانها ستقوم بمسح هذا المخزن، وعسكريا كونوا على يقين، وعسكريا. ما دام انه يقوم بقتل الافارقه بشكل هو بارد ككلب ديال الحراسه، ما دام انه يقوم بالتامر على الافارقه في عز الثوره ديالهم، وكذلك في عز يعني الاحداث او يعني في سياق احداث اللي هي مهمه جدا تتمر منها افريقيا بشكل هو اساسي، اصوات اللي هي صاعده، زعماء يعني اللي هما قويين جدا. نتحدث على ابراهيم تراوي، نتحدث كذلك على مواقف اللي هي متقدمه لطرف يعني من طرف الزعماء، نتحدث كذلك على ارادات اللي هي قويه جدا ودول اللي هي فاعله تقوم بالتصدي وتهديد دول الغرب، دول ديال الغرب. في المقابل نجد دوله اللي هي وظيفيه داخل المنطقه تقوم بماذا؟ بالتآمر وطعن
افريقيا من الخلف بخنجر اللي هو سماح بمرور ديال الطائرات العسكريه. هذا يعني قمه التآمر، وكذلك قمه يعني عموما هذه اهانه ما بعدها اهانه للمغاربه. وبطبيعه الحال مادام ان المغرب هو شعب اللي هو مغيب بطبيعه الحال، فلا ننتظر منه الكثير للدفاع على افريقيا، بل فقط ننتظر منه بانه يدافع على قمه النضاله. حقيقه شكرا جزيلا، ولكن تنتمنوا من المغاربه فقط بانهم يدافعوا على الحريه ديالهم قبل ما انهم يدافعوا على الحريه ديال افريقيا. تحياتي الاخوه والاخوات، شكرا جزيلا للدعم ديالكم، وكذلك الابتسامات ديالكم والتعليقات ديالكم، بالاضافه الى يعني دعم هذه القناه. لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه مع الاصدقاء ديالكم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، واعطائنا الاعجاب والمشاركه بالقناه، وكذلك بالصفحه ديال الفيسبوك بحسابي على تويتر. والسلام عليكم.